السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شهدت الأيام الأخيرة حادثة مأساوية اهتز لها الشارع الجزائري بعد وفاة موظفة في مؤسسة سوناتراك على يد صديقتها وزميلتها في العمل، في واقعة أقل ما يقال عنها إنها مؤلمة وصادمة. الضحية رحمها الله هي أم ل3 أطفال، عرفت بين جيرانها وزملائها وكل من عرفها بالطيبة وحسن الخلق والابتسامة التي لا تفارق محياها. الجميع يشهد لها بأنها إنسانة خلوقة بعيدة عن المشاكل ومحبوبة من طرف الناس، لكن للأسف انتهت حياتها بشكل مأساوي على يد من كانت تعتبر صديقة لها وزميلة في العمل، وهو ما زاد من حجم الصدمة والحزن بين عائلتها ومعارفها وحتى الرأي العام الذي تابع القصة بأسى شديد. هذه الحادثة أعادت من جديد النقاش حول تفشي مظاهر العنف المجتمعي حتى في أماكن العمل التي يفترض أن تكون بيئة للتعاون والتكافل لا مكانا للعداوة والخلافات. اليوم تبقى الدعوات بالرحمة للفقيدة والصبر والسلوان لعائلتها وأطفالها ال3 الذين فقدوا سندهم الأول، فيما يبقى القضاء الجزائري أمام مسؤولية إنصاف الضحية وتحقيق العدالة. رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وجعل أبنائها في رعاية الله ولطفه.